ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ هنتكلم في الفيديو ده على فيلم دروب. الفيلم بطولة ميجان فيه وبراندون سكرينار، وبيحكي عن اتنين بيتقابلوا في اول ديت ليهم. فايولت اللي هي البطله بتجيلها رساله تهديد ان في حد في بيتها هيقتل ابنها لو ما نفذتش لو عايزه منها، ولو عايزه منها انها تقتل الديت اللي معاها قبل الديت بتاعهم ما يخلص. الفيلم ده من اخراج كريستوفر لاندون اللي كان عامل قبل كده افلام هابي ديث داي وفريكي، وده يعتبر اول فيلم ليه ما ينتميش لنوعيه السلاشر، فيلم سسبنس مباشر. انا كنت عايز اشوف الفيلم ده لان انا بحب نوعيه من افلام السسبنس اللي بتدور في مكان واحد، وفي نفس الوقت فيلم بسيط قصته هتبدا وهتخلص، لا جزء تاني من السلسله ولا فيلم ليه توقعات كتير ولا فيلم هتقعد تحلل له بقى وبتاع. لا، هو الفيلم عباره عن قعده فور فن هتتسلى والفيلم خلص على كده. والواحد برضه بيحب يتفرج على الافلام البسيطه دي من وقت للتاني. وبالنسبه لقصه الفيلم والنوعيه بتاعته، انت عارف كويس قوي الفيلم ده هيبقى مستوى عامل ازاي. وان من الاخر كده يعني كل المطلوب يكونوا الكاركترز لايكابل بما فيه الكفايه، عشان على الاقل وانت بتتفرج ما تحسش بملل، تبقى انترستد بالموضوع بسبب الشخصيات اللي فيه، بالتحديد البطله الرئيسيه. ولو حاطين لها باك ستوري كويس عشان خاطر تعرفك بالشخصيه دي اكتر، يبقى كده حلو قوي يعني. وفعلا وانا بتفرج كنت متفاجئ جدا ان كل الكلام ده كان معمول بشكل حلو. فعلا الشخصيه الرئيسيه كانت ليها باك ستوري حلوه، وفعلا هم لعبوا بالحته دي حلو بالذات في الاول، لان هم بداوا بالباك ستوري بتاعتها، بس في نفس الوقت ما تعرفش القصه بتاعتها اللي في الاول دي خلصت ازاي بالظبط. فعرف كده اللي هو يدوك فكره عنها، في نفس الوقت يسيب لك حته فضول لحد طبعا ما كل ده بقى بيبان في الاخر يعني. والقصه نفسها او الماتيريال محطوطه للشخصيه الرئيسيه عشان خاطر تمشي يعني الاحداث لحد الفيلم ما يخلص، كانت فعلا حلوه. ان دي واحده كانت بتتعرض لعنف من جوزها، والمفروض انها خلاص عرفت تهرب من العلاقه دي، وده مش حرق، كل ده بيبان اصلا في اول فيلم يعني خالص. وانها بتحاول بقى تموف اون من الماضي بتاعها، وان الديت ده بقى لو نجح هيبقى العلامه انها فعلا قدرت تتخطى الماضي بتاعها، قدرت تموف اون. ويا سلام بقى الناس بقى اللي بتحب تحلل شويتين ويقولوا ان الاحداث اللي حصلت دي كلها ان دي مخاوفها الشخصيه او بتمثل مخاوفها الشخصيه اللي عايزاها تبوظ الديت ده عشان خاطر لسه مش قادره تتخطى الازمه او الماضي اللي هي كانت بتمر بيه. لا مش الدرجه دي، انا بهزر قوي كمان يعني. الموضوع مش بالليفل ده، انت مش بتتفرج على فيلم 24 عشان توصل للمرحله دي يعني. بس فعلا اللي عايز اقول الماتيريال كانت معموله بشكل حلو بالذات بالنسبه لفيلم من النوعيه دي يعني. والقصه فعلا على مدار اول تلتين من الفيلم على الاقل عرفت تعمل بالانس ما بين السيتويشن نفسها، السسبنس، المود السسبنس اللي موجود، انها بتحاول تعرف مين اللي بيعمل فيها كده، وان هل هي فعلا هتقتل الراجل اللي معاه ده ولا لا. والجزء ده كان متنفذ بشكل حلو جدا، بس برضه عرفوا يحطوا لك شخصيات الى حد ما مهتم بيهم، انفستد بالموضوع. عارف اللي هو نوعا كده تحسه سسبنس هادي شويه، لو في سسبنس بس في مساحه للشخصيات انها تتنفس جوه السسبنس ده. وطبعا يعني ما تفهمنيش غلط، مش بقول ان انت بتشوف فيلم عميق يعني او الكلام ده خالص، بس يعني البالانس والدنيا كلها معموله بشكل حلو بالنسبه لمستوى الفيلم. وبرضه بالنسبه ان انت بتتكلم فيلم نزل في 2025، هي اصلا افلامها ثلاث ارباعها يعني كانت اي كلام، الا طبعا بعض الاستثناءات يعني. واللي ساعد انه يوصل ده للبطلين. واللي كان بيفاجئني سنه شويه في الحته دي براندون سكرينار، اللي هو يعتبر نوعا ما الشخص المغفل في الموضوع، هو يعني اللي هو واحد راح ديت عادي فهو مش عارف ايه اللي بيتدبر، فهو دايما بيذهل من كل حاجه بتحصل قدامه، بس ما كانش وحش خالص، كان يعتبر راكب الكاركتر برضه، مساعد ان هو يخليك عايز تعرف برضه اللي هيحصل، مزود فضولك للاحداث اكتر. ومين كان فيه بما ان هي اللي بتمر بالاحداث كلها، فيها كانت عامله دور بشكل حلو فعلا، وبدون مبالغه فعلا هي اللي كانت شايله الفيلم، لان ببساطه الفيلم ده لو ما كانش فيه شخصيات لايكابل بعيدا بقى كمان عن القصه والماتيريال نفسها يعني، فهي كانت كمان عايزه التمثيل، فالممثلين كانوا مش قد كده، الفيلم كان هيقل عن كده بكتير. فالتمثيل كان لها دور كبير، بالذات تمثيل البطل ان هو يوصل لك السسبنس اللي انت حاسه على مدار الاحداث. وفعلا كانت في كيمستري حلوه ما بين البطلين، وكان في مش حوارات يعني علاقه رومانسيه والكلام ده كله، بس تحس ان هل الديت ده ممكن ينجح، تحس كده نوعا ما دي كانت حته الفيلم دار فيها شويه كجزء جانبي بالنسبه للقصه الرئيسيه بقى نفسها. بس تعالى بقى نتكلم على البطل الرئيسي فعلا في الفيلم، البطل اللي بجد بقى هو الاخراج اللي كان فعلا حلو جدا. يعني بالنسبه للفيلم بيدور في مكان واحد، فكان فيه شويه حركات كاميرا حلوه جدا فعلا كانت معموله بشكل حلو. التصوير نفسه، التنقل ما بين الشخصيات دي، خصوصا ان في اوقات كتير البطله بتقعد تبص كده على الدنيا اللي حواليها عشان خاطر تشوف مين اللي في المطعم، ممكن يكون هو اللي بيبعت لك الكلام ده. وكمان برضو فكره ان اللي بيهددها شاف كل تحركاتها، فكل ده عرف يعمل لقطات سسبنس حلوه جدا. والجزء التكنيكال في الفيلم ده كان معمول بشكل حلو جدا، ده بقى كان شغل اخراج ومونتاج مع بعض فعلا. قصه الفيلم اتعملت قبل كده اكيد، انت شفت شبه قبل كده، بس حلو ان الفيلم ده تحسه استغل فكره ان هو فيلم نازل جديد في 2025 مع تطور تكنولوجيا وكده. منظر بقى الرسائل اللي عملت تتبعت كده، والخطوط اللي عملت كاتبها رسائل جنب البطله، وكل ده كان بيستغل برضه مع حركه الكاميرا. لا كان في الشغل التكنيكال كان ضايف كده حته فعلا حلوه الفيلم، تحسه فيلم بطبع قصص قديمه بس معمول بتقنيات 2025. كل ده بقى كان ماشي حلو جدا، والفيلم كان فعلا حلو. انا كنت متفاجئ اصلا يعني، هو مش فكره ان حاجه جديده انت ما شفتهاش قبل كده، لا بس فكره ان بالنسبه لمستوى الفيلم، وانه برضه يعني فيلم نازل على الجنب يعني من الاخر، يعني مش ده الفيلم المنتظر يعني، وكان معمول له دعايه اصلا ولا اي حاجه. فبالنسبه لفيلم كده الفيلم الحاجات اللي حلوه فيه كانت احلى من اللي انا كنت متوقعه بليفل مش قليل خالص، لحد ما جت الحاجات الوحشه، واللي هو التلت الاخير من الفيلم اللي هو ممكن تكون اخر تلت ساعه مثلا او حاجه. هنا بقى خلاص الفيلم وصل لمرحله الهبل كده القصه دي انت مش مستني قصه منطقيه، انت مش مستني حاجه تستوعبها كده وتقول فعلا صح ده هيحصل بالشكل ده فعلا، لا انت بتتفرج على حاجه فور فن والقصه مالهاش علاقه بالمنطق. بس في ليفل كده معين لو القصه عدته هتحس الموضوع قلب بسخافه بقى. في النص الاول او اول تلتين كان الموضوع لسه ما وصلش لمرحله السخافه دي، السيتويشن كانت حلوه. لما بقى بيجي التلت الاخير اللي تبدا بقى تفهم فيه التفسير بقى والاسباب بقى بتاع كل حاجه، والحل بقى من الاخر هو نهايه المشكله دي، هيحل المشكله دي ازاي، هيطلعوا من المأزق اللي هم فيه ده ازاي.
المنطق مش هرب، المنطق مات. لا حاجات كده بقى كتير بتحصل، والفيلم اصلا تحسه كروت في الحته دي شويه، تحس ان هم بيعملوا الفيلم ده كانوا بيفكروا في السيتويشن نفسها، ان احنا هنعمل سيتويشن حلو، هنعرف نخلق لقطات تشويقيه لذيذه ونعمل شخصيات والكلام ده كله ونفرد الموضوع ده كده بشكل حلو لمده ساعه مثلا. بس هم لا فكروا في سبب الموضوع ولا فكروا في الختام، فعشان كده فعلا الوقت لما كان الفيلم مركز فيه على الموقف نفسه كان حلو. وعشان كده التلت الاخير وبسبب ان هو متكروت وان هو فعلا كمان هم ما فكروش فيه قوي من الاخر، لا هم مش ما فكروش فيه قوي، هو بالعكس ممكن يكونوا ما فكروش فيه خالص اصلا. هو يلا احنا هنعمل اي حاجه، يلا فجاه البطل هتعرف تعمل الحركه دي. طب ليه؟ عشان كده الفيلم هيخلص خلاص، عايزين نخلص الفيلم، عايزين الفيلم ده ما يطولش عن ساعه ونص. ايه المفروض يعني، وطبعا ده مش حرق يعني، اكيد انت متوقع ده هيحصل من القصه، ان خلاص الراجل اللي في البيت هيطلب منه هو يقتل بقى الناس اللي في البيت، واللحظه اللي هو طلب منه فيها الطلب ده خلاص هو البيت كله دورين، هو كان في الدور اللي تحت باقي الناس اللي في البيت كانوا في الدور اللي فوق، فالموضوع كان هيخلص في ثواني مفيش يعني اصلا. هو ده كان زمانه قتلهم ومشي، لا بس هو تقريبا كان مستني في الباك جراوند لحد ما تيجي بقى الاحداث اللي في المطعم تحصل، لما تحصل بقى وقت المواجهه وكده. لا ولسه كمان ده لسه الاحداث طويله بعدها لحد بقى ما طلعوا بره المطعم اصلا، والراجل كل ده قاعد في البيت ما بيعملش اي حاجه. الوقت ده انت ما تعرفش راح فين، اكيد مش مستني نهايه حزينه للفيلم ده مثلا يعني او حاجه، بس صعب ان انت تعدي الحته دي لان في وقت كتير قوي عدى ما بين ما طلب منه خلاص يقتل في البيت ولما عرفوا بقى يوصلوا بقى للبيت في الاخر. هي حاجات عاديه برضه وطبيعي انها تبقى موجوده في النوعيه دي من الافلام، بس زي ما تقول عشان الموضوع اتكروت الاحداث كانت كده كلها فجاه مره واحده، تحس الفيلم نط كده فكذا حاجه مش منطقيه، كذا حاجه غريبه، كذا حاجه تحسها خياليه كلها ورا بعض، ومن الاخر كده حاجات تحس لها تسهيلات للشخصيه الرئيسيه عشان توصل من النقطه دي للنقطه الثانيه وخلاص، وعشان خاطر يوصلوا للنهايه في الاخر يعني. فتحس ان كل الحاجات دي ورا بعضها تبدا بقى تبقى ملحوظه، لا ده هبل بقى خلاص كده الموضوع كده وصل لمرحله الهبل. انا ما عنديش مشاكل مع كل ده، بس انا بكره بقى قوي الحته لما يبقى فيلم بادئ فعلا حلو ومكمل حلو ويبقى خلاص لا ده فيلم حلو، وممكن كمان اقول كان فيلم مفاجئ في الاول يجي بقى في الاخر يبوظ بقى خالص كده. عارف كان من الاول فيلم كمان هو متوسط او حتى اي كلام خلاص نعرف الفيلم ده يبقى مستواه لحد فين، اخره لحد فين من الاخر، ساعتها النهايه دي ما كانتش هتفرق، بس الفيلم كان فعلا حلو في الاول. الخلاصه الفيلم دروب هو فيلم سسبنس شغال من الاخر، لو انت جيت تتفرج عليه ولقيت نفسك في الاول مندمج كده فعلا والموضوع كان حلو يعني، وشفت ايه ده طب ما الفيلم فعلا مش وحش خالص اهو، ما تفرحش كده لان هو هيجي يبوظ كل ده في الاخر. الفيلم فيه عناصر فيلم حلو بس ما اكتملتش من الاخر، ما كملتش لحد الاخر بالشكل ده. بس زي ما قلت بالنسبه للفيلم نازل عن كامب يعني هو كده لو فرجه وخلاص من الاخر، ده كان فيلم واحد مستنيه ولا كان فيلم واحد متوقع منه اي حاجه يعني في الاخر، هو فرجه فور فن بس، فبرضه هو قضى الغرض من الاخر يعني، وهي حد 6 من 10 وبس كده. ده كله عن فيلم دروب. انت شفتوا فيلم ولا شفتوه؟ اكتب لكم في الكومنتات. انا ما شفتوش او اتفرجوا عليه، الفيلم خاص اصلا نزل على النت فهو هيبقى سهره لذيذه، فاتفرجوا عليه واكتبوا لكم في الكومنتات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتشغلوا زر الجرس عشان يجيكم كل جديد. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، وسلام.